I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلى حجاج، رئيسة جمعية تضامن للصحة والأسرة، عضو الاتحاد الجهوي لوحدة قوة الجمعيات لرئيسه السيد حكيم دومو، الرئيسة المشرفة على النادي الرياضي القنيطري النسوي بمدينة القنيطرة. أولا كنقدم التهاني ديالي للفريق النادي الرياضي القنيطري على هذا الانجاز ديال هذه السنه، وهو الصعود للقسم الثاني، وكنتمنى ليه المزيد من النجاح والمزيد من التوفيق باش يرجع للمكانه ديالو الطبيعيه اللي هي القسم الوطني الاول. وشكرا لمنبر نوف تي في وسي الياس. هو الفريق اللي انا خديت المهمه ديال الاشراف عليه، اللي هو النادي الرياضي القنيطري النسوي. بديت معاه من شهر 9 ديال 2024، وهو على ما سمعت ان الفريق كان محدث منذ الألفية الفارطة، يعني كان 2018 2019 2008 2007 كان فريق، وكان فريق كيلعب حتى هويا في الصفوة، يعني كان في القسم الثاني، وكان فريق يعني كان عنده المكانة ديالو داخل الفروق النسوية بالمغرب. وحاليا من يرجع السيد حكيم دومو لرئاسة النادي ككل، تم إحداث الفريق، ومشكورا بما أنني معاه في الاتحاد الجهوي وحدة قوة الجمعيات، فوض لي الرئاسة ديال هذا الفريق النسوي اللي انطلقنا، وكانت نتائج مشرفة، جد مشرفة بالنسبة للفريق اللي يلاه انطلق هذا الموسم هذا في العصبة، وكنا خدينا الرتبة الرابعة. كنقدم بعد الشكر للجميع الاعضاء اللي كاينين في النادي الرياضي القنيطري، سواء الرئيس السيد حكيم دومو ولا المكتب المسير ولا الاداره في شخص السي يوسف فهمي، ولا المكلف بالملابس والامتعه السي العربي كريتينا. كنقدم لهم الشكر الجزيل لحقاش قدموا لي الدعم منذ ان وطأت رجلي في النادي الرياضي القنيطري النسوي. كان الدعم اللوجستيكي والدعم المادي، يعني جميع المصاريف الماديه وجميع ما يخص الفريق من تنقلات ومن البسه ومن كل شيء كانت موفره لي هذه السنه الحمد لله. ما لقيتش شي اكراهات، حتى البلاطويات اللي كنا كنديروا بالنسبه لفئات اقل من 15 سنه وفئات اقل من 17 سنه مشينا ليها كامله بدون اننا نغيبوا ولو بلاطو واحد، وكانت كلها مموله وكلها مشات على احسن ما يرام. ما غاديش نقول لك ما كايناش اكراهات، كاينه اكراهات، ولكن كنتمنى من الله انها تزول مع المواسم المقبله. كاينه اكراهات ديال البعض منها بالنسبه للمدربين، هو ان الفريق مني جا النادي الرياضي، كيفاش جا الفريق بعد النادي الرياضي القنيطري، هو كان اقتراح من بعض الاخوه على السيد حكيم دومو انه يدير فريق نسوي، رغم انها كان عنده هو كانوا الاهتمامات ديالو بالفريق الكبير ديال لي سينيور ديال الكاك، كان باغي يطلعها، وكانت الاكراهات ديالو هي يعني الارهاص ديالو والاهتمام ديالو للفريق ديال الرجال. ولكن من تقترح عليه انه يدير النساء، دار الفريق النسوي وعطاه واحد الاولويه، وهذا الفريق النسوي الناس اللي اقترحوا عليه هما اللي جابوا الفريق، جابوه وجابوا معاه يعني حتى الناس اللي كانوا كيدربوا، رغم انهم ما كانوش عندهم الدبلومات وما كانش عندهم، ولكن قررنا اننا نستمروا بالفريق. والاداره قدمت لنا بعض التسهيلات، هي ان وفرت لنا مدرب اللي
كيكون معنا، وفرت لينا الممرض، وفرت لنا جميع المسائل اللي حنا كنا كنخوضوا بها المباريات الرسميه في البطوله ديال العصبه. وكنتمنى من الله بعض العراقيل اللي كنا خديناها في هذا الموسم الفارط تحيد الموسم المقبل ان شاء الله باذن الله. كنظن انا غير حيت حنا ما كان انا شخصيا ما تنتواصل مع حتى شي منبر باش يواكبنا، ولا ما عمرني اتصلت بشي منبر باش يواكبنا ولا يكون معانا ولا هذا. وحنا كنلعبوا في العصبه، راه جميع الفرق اللي كتلعب في العصبه كتكون يعني اعلاميا ما كتكونش يعني شي تغطيه اعلاميه اللي كتكون مواكبه. واكبونا بعض المرات ولكن ماشي دائما. وكاين ماشي غير حنا بوحديتنا اللي كاينين في القنيطره، راه كاينين مجموعه ديال الفرق النسويه اللي حتى هي كتلعب وحتى هي في المستوى، وما كتكونش واحد المواكبه اعلاميه باش سميتو. كنتمنى المنابر الاعلاميه الموجوده في مدينه القنيطره تهتم بهاد بالكره النسويه، لحقاش حتى هي راه عندها واحد المكانه من ضمن الرياضات اللي كتمارسها المراه بصفه عامه. ما كايناش انجازات بالمعنى ديال الانجازات، وانما كنا حنا من ضمن الاربعه الاوائل في البطوله ديال العصبه، وهذا في حد ذاته انا كنعتبره انه انجاز يعني يحسب، حيت فريق فتي اللي يلاه تجدد غير في شهر 9 ولعب البطوله ديال العصبه وحتى المرتبه الرابعه مع فروق اللي كانت كتمارس ربما سنوات وسنوات، وكنا من ضمن الفروق اللي يعني كنا بحال كنقول كنبثوا الرعب في بعض الفروق اللي كتكون منافسه لينا. انجاز اللي انا يعني عاجبني، كنتمنى العام الجاي يكون عندنا انجاز احسن وحنا نحققوا الصعود ان شاء الله للدوري الموالي. ما نتخطاش حيت اصلا انا ما عندي حتى شي علاقه بالدعوم، ما كنقدمش الدعوم. يعني كل ما هو اداري وما هو يعني مراسلات ولا هذا ما عمرني انا تكلفت به. انا عندي الاشراف اللي هو ما بين الاداره، وكنجي كنقدم شنو هي الحاجيات ديالي وشنو سميتو هذا، وكنشوف عندي البرمجه ديال الاسبوع ديالي، لا من خلال التداريب ولا من خلال يعني لا كان عندي المباريات الرسميه ولا كان عندي البلاطويات اللي كنتنقل لهم. الاداره كتكون عندها العلم قبل مني انا، وكنلقاها موجده لي حوايجي، يعني الامور كامله. ما عمرني ما لقيت شي مشكل ولا شي عرقله في شي حاجه، مع اني ملي كنمشي لذاك البلاطويات كنلقى فروق عندهم مشاكل، ما كيقدوش يخلصوا لاغبيطراج، يعني التحكيم ما كيقدوش يخلصوا التحكيم، ما كيقدوش يوفروا سميتو هذا التنقل، ما كيقدوش يوفروا الماكل لدوك البنيتات، ما كاين اللي ما كيديش معاه الماء، كيبداو يقلبوا على القرع خاوين كيعمروا الماء من الروبيني. انا غادا بالماء وعندي الترونسبور ديالي، كشتي الشيفور ديالنا، وكان غادا بالكرات وغادا بجوج تبديلات تاع اللبسه. عندكم اطقم طبيه، عندكم الطاقم الطبي، الطاقم التقني. انا لا التصوير ما عندناش، لا ما كاينش، ما كيواكبناش حنا الطاقم ديال التصوير. ولكن راك شفتي، راك حضرتي داك النهاريات، يعني حتى شي حاجه ما كيرفضوها ليا. مشكور السي يوسف فهمي، ما حتى حاجه ما كيرفضها ليا. وكان انا طلبت مصور ولا مصوره من الاول، انا ما كنتش فاهمه شي امور، ما كنفهمها، ما عرفتهاش، حيت انا جيت من المجتمع المدني وجيت للمجال الكروي. فيما هو تسييري انا كنفهم وكنفهم في الكره، داكشي علاش انا في الاول كنت جبت معايا ولدي، حيت ولدي كيفهم في الكره. كاين شي حوايج اللي ما غنفهمش فيهم انا غيوجهني ولدي. مني ولات حسابات ضيقه مع سميتو ولدي حيدته صافي، حيدته كيقول هي جايبه ولدها وهذا انا ما كيعجبنيش داكشي. غير باش تعاوني. انا ولدي جبته متطوع. عندي ولدي انا كيفهم في الكره وكيفسر كره. قلت انا واحد قريب ليا الا درت شي خطا اللي ما يقدش يقولوا لي واحد اخر، غيقولوا لي ولدي، يقول لي ماما داك الخطا اللي درتي راه شنو خصك ديري وشنو خصك ديري.
فهمتي؟ بمعنى انني انا كنعرف نسير، انا مسيره، كنعرف نسير، كنعرف ندير بزاف د الحوايج. وانا اللي خدمت عليه مع البنات خدمت بيداغوجيا، يعني البنات انا بغيت فريق نقي، بغيت فريق مؤدب، بغيت اخلاق ديال فتيات. كاين اخلاق ديال فتيان ماشي بحال فتيات. انا خدمت على الجانب النفسي للبنات، حيت مجموعه ديال البنات اللي كينتميو للمناطق الهشه، ومجموعه ديال البنات اللي كيسكنوا في الحي الجامعي، اللي جايين من الاحواز وعندهم يعني واحد النوع ديال الخصاص المادي. يعني كنحاول ما امكن، هادو هما الحوايج اللي كنحاول نقادهم ونحاول هذا. وبغيت نجيب فريق، كنحاول ندير واحد توازن نفسي، توازن مادي، توازن. يعني اشتغلت على داك الشيء اللي انا التجربه اللي راكمتها من المجتمع المدني، حاولت نقلها للفريق النسوي لكرة القدم، باش يكون عندي واحد الفريق اللي يعني يحتذى به اخلاقا وكرة وكل شيء. والحمد لله البنيتات اللي كانوا معايا عجبوني، يعني فريق حضروا معايا ناس اللي يعني في الناس ديال المستوى، حضروا معايا في مقابلات وخرجوا قالوا لي الحمد لله عندك فريق مزيان. وفين ما كنمشيو الحمد لله كنخليو السمعه الطيبه ديالتنا، لحقاش كنقول انا البنات كنقول لهم الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق عاد الكره. انا عندي تطلعات كبيره، وكنتمنى فريق النادي الرياضي القنيطري النسوي انه يصعد ويلعب في الصفوه، ويلعب في ضمن الفرق ديال القسم الوطني الاول. هذه التطلعات ديالي، وكنتمنى من الله يسهل عليا ويعاونني باش نحقق هاد الامنيه هذه. وبالنسبه للجماهير القنيطريه راه كنقول انا جمهور اللي هو عالمي، جمهور القنيطره، جمهور اللي يعني كنقول انا اللاعب رقم 12 في الميدان، اللي من غير الجمهور راه الفريق ما يحقق والو. ورحنا الصدى ديالنا، رحنا ولينا عالميين في يعني بداك التشجيعات اللي كتكون، وداك التواجد ديال داك الجمهور في سواء لا داخل القنيطره ولا خارج القنيطره. الجمهور الوحيد اللي كيتنقل مع الفريق ديالو، رغم ان الفريق ديالو كيلعب في الهوات، يعني ما تخلاش على الفريق ديالو، ما تخلاش عليه داك الفريق العتيد اللي يعني كلنا ماشي غير الجمهور. انا شخصيا من المحبين ديال النادي القنيطري حتى النخاع، ومن الشباب ديالي. انا في الشباب ديالي عشت الامجاد ديال النادي الرياضي القنيطري في الثمانينات. يعني كنت شابه ديك الساعات كنقرا في بن عباد عبد الملك السعدي. يعني كنت من الناس اللي كنت ماشي غير كنحب النادي الرياضي القنيطري، كنت كنموت عليه. مع اننا حنا الفتيات ما كناش كنمشيو كنجيوش نتفرجوا في المدرجات، وانما كنتابعوا الاخبار. وما كان لا يوتيوب لا يعني كنا كنشوفوا ديك الاخبار اللي كنشوفوها في التلفازه، ولا كنقراوها في الجرائد. وكنا كنعرفوا ان الفريق ديالنا من الفرق المخيفة التي تحدث رعبا في كل الفرق الوطنية التي تلعب الصفوة.